دمشق، مساء الأحد 8 ديسمبر عام 2024. ليلة عصيبة أخرى هنا في القصر الجمهوري. أصوات المدافع تسمع من بعيد، وضجيج الهواتف والتقارير الأمنية لا يتوقف بين الجدران السميكة. كان بشار الأسد يعقد أحد أهم الاجتماعات في حياته، حيث سيتقرر مصيره ومصير دائرته المقربة والبلاد. سيادة الرئيس، الوضع خرج عن السيطرة. المعارضة باتت على أبواب دمشق. يجب أن نضع خطة طريقة للمغادرة. الحلفاء سيمدوننا بالدعم، لكن إذا اضطررنا هل الأمور جاهزة؟ نعم، الطائرة في قاعدة حميميم جاهزة، والروس ينسقون للإخلاء. ما حدث في هذه الأثناء نقلته رويترز عن 3 مساعدين للأسد بقولهم إن الرئيس السابق بشار لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر قائد الفرقة الرابعة في الجيش بخطة هروبه من سوريا. هل نخبر اللواء ماهر بالخطة الآن؟ لا، ليس الآن. مع اقتراب منتصف الليل تسارعت الأحداث، ووفق تقارير صحفية فإن أوامر مفاجئة صدرت من بشار نفسه إلى القطاعات العسكرية بحل الجيش السوري وخلع البزة العسكرية وارتداء الزي المدني. هذه الأوامر هزت القطاعات العسكرية التي بدأت بالتخلي عن مواقعها. ماذا يحدث؟ لماذا يتلقى الجنود أوامر بحل الجيش؟ ومن أعطى هذه التعليمات؟ سيدي، الأوامر جاءت مباشرة من القيادة العليا، ولكن لم يتم إعلامنا بالتفاصيل. وسط هذه الفوضى استمر بشار في الاجتماعات المغلقة. خطة الهروب أصبحت وشيكة، لكن الساعات التالية حملت تطورات دراماتيكية. بثينة. حاضر سيدي. أريد منك الحضور إلى القصر لكتابة كلمة أوجهها للشعب. سأكتبها وآتي إلى القصر فورا. إلا أن بثينة شعبان أتت إلى القصر ولم تجد بشار الأسد. عند الساعة 3 فجرا وصل بشار الأسد مع مستشاريه إلى قاعدة حميميم في اللاذقية. كانت الأوضاع هناك على شفا الانهيار مع تصعيد الهجوم بالطائرات المسيرة على القاعدة الروسية. سيادة الرئيس، الوضع هنا خطير، لا يمكننا ضمان الأمان طويلا. الطائرة جاهزة للإقلاع. هذه ليست النهاية، إنها مرحلة انتقالية فقط. عند صباح يوم الاثنين غادرت الطائرة الرئاسية الأراضي السورية وعليها بشار الأسد وعائلته. وبعد ساعات قليلة أكدت روسيا أن الأسد أصبح في ضيافتها. هكذا انتهت حقبة الأسد.